إمام عاشور استعان بأصدقائه واعتدى على رجال الأمن. إمام عاشور يثير أزمة جديدة خارج الملاعب، بس والله العظيم اللي عمله ده ما يعملوش إلا الرجالة. من الآخر كده الموضوع كله إن زوجته اتعكست. روايات مختلفة حول سبب المشاجرة، اللي يقولك إن إمام كان في المول مع زوجته وراح جاب حاجة من العربية، وأثناء وهو بيجيب الحاجة من العربية زوجته اتعكست، واللي يقولك إن زوجته كانت مع زمايلها وخارجة معاهم واتعكست في المول. بس في كلا الحالتين يعني إن هي اتعكست واتصلت بزوجها اللي هو إمام عاشور، تعالى انا اتعكست. طبعا امام عاشور جه ومعاه مجموعه من الاشخاص قرايبه بقى على اصحابه وراح على المول، والفيديو مبين انه بيقول لبتاع الامن ازاي اتعكست وانتوا موجودين، انتوا كنتوا فين؟ اقسم بالله في اللحظه دي صعب عليا جدا، وحصلت مشاده كلاميه وسقط فرد الامن في الارض، وما تفهمش بقى هو كان بيدعي الضرب ولا كان ده حقيقه. امام عاشور طبعا ما سابهوش وراح يقوم فيه ويطمن عليه، وبالفعل حصل امام على تفريغ للكاميرات اللي بتثبت صحه كلام زوجته، وراح قدم بلاغ في فرد الامن والشباب اللي عكسوا زوجته، وفرد الامن كمان قدم بلاغ في امام عاشور بالتعدي عليه. يعني بعد ما كان ليا حق دلوقتي انا بقيت بلطجي، وهنا تبان قمه الظلم. بس اللي مزعلني ان كل الناس اللي ضد امام عاشور زملكاويه. يعني حضرتك هتنسى المبدا علشان لاعب ساب فريقك وراح فريق تاني؟ كلمتين بقى من الاخر. اللي اتربى على النخوه هيعرف انه تصرف بني ادم طبيعي جدا، واللي بيستباح حرمات الناس ويعاكس دي ويبص على دي يبقى الصراحه يستاهل يتداس على وشه. هي اللي اتعكست دي مين؟ دي زوجة امام عاشور. يعني قولا واحدا هو عنده حق، ما تقدرش تلومه. تخيل الموقف ده تعرض لزوجتك او لاختك او لوالدتك، دقيقه بس وتحط نفسك مكانه، هتثور وهتغير وهتروح تكسر الدنيا عليهم. ودي زي ما قلت لك ما فيهاش اهلاوي ولا زملكاوي، ده مبدا يا صاحبي. في الموضوع ده بالذات انت بتنسى شهرتك وبتنسى وظيفتك وبتنسى مكانتك المرموقه، لان النخوه دي مش محتاجه انك تستنى وتاخد الموضوع بعقلانيه، ده هو تصرف تلقائي بيجي لك وخلاص. الموضوع هنا له علاقه بزوجته وشرفه وعرضه، فلا الوم اي حد بيعلي صوته او بيشتم او بيكسر الدنيا علشان بيدافع عن شرفه وعرضه. في النهايه ده مجرد راي من اخوه، والاهم هو رايك انت يا ابو الكباتن. ويا ريت تناقشني في التعليقات وايه رايك في موضوع خناقه امام عاشور من وجهه نظرك.